ورينا معلم الكلام هنا بيقول ايه. بسم الله. بسم الله. وريني كده يا باشا. مجعبل الكربراتير ولسه معمول بايه؟ ايه اللي عليه ده يا باشا؟ وريني كده. ثواني كده. حل كده المسامير. وريني كده يا باشا. وانت بتحله كان مجعبل ده. اه الكوبايه ما كانتش عايزه تطلع. ده سيليكون ده يا باشا. ايه ده يا باشا؟ ايه السيليكون ده كله؟ ده ميكانيكي بقى. ملناش دعوه يا باشا، انا ميكانيكا الله يسهله ويرزقه. تمام. طب ما فيش ده يا باشا ما ينفعش تعمل كده بعد اذن حضرتك كفني. تمام. لو القلسي ده مش عند حضرتك، تمام، ممكن تبعت صاحب المكنه يجيب ايه، يجيب طقم اصلاح. تمام. طقم اصلاح للكربراتير. ده حتى. طيب لو طقم اصلاح بتاع الكربراتير مش موجود او هو ظروفه ما تسمحش، احنا ممكن نحط سيليكون استثناء، حاجه بسيطه قوي، لكن ما نحطش كل ده. بص يا باشا كميه السيليكون اللي محطوطه اهي، دي بقى تسد الكربراتير وتبوظ الدنيا. تعالى بص هنا وبص هنا. بصوا المسمار بتاع الهوا يا جماعه. ايه يا باشا ده؟ يا جماعه والله العظيم ما ينفع الكلام ده. بص جوه المسمار. والله ما ينفع الكلام ده. بص السيليكون جوه يا جماعه عامل ازاي. يا اخواتنا اقسم بالله ما ينفع. والله العظيم ما ينفع. الابره هتعلق، السيليكون هيدخل في الابره وهيدخل في البكات وهيسد المكنه ويخنقها. تمام. وهيبوظ الدنيا. ده ما ينفعش المنظر ده يا جماعه. بصوا كميه السيليكون ده سمين. والله العظيم سمين. ده شغال في مصمت، ده بتاع مصمت. ده مش ميكانيكي، مش فني محترم، بعد احترامي لاي حد يعني. تمام. ده ما ينفعش يا جماعه. المنظر ده، المنظر ده ما ينفعش. انت يا باشا لو ما عندكش قلسي من ده وعايز تمشي الدنيا تحت اي ظرف، تمام، انت ممكن تحط نقطه بسيطه لو في تسريب هنا، تحط نقطه بسيطه تحت القلسي ده بس. ما ينفعش الكميه دي كلها. سلام عليكم.